في العالم اللي احنا بنعيش فيه بنتربى من واحنا صغيرين على حاجات كتير خطأ، وبنبقى حتى فاهمين الوصول للسلطة وتكوين ثروة بطريقة خاطئة. وفي الحقيقة عشان توصل لأعلى مراتب القوة والسلطة لازم تكون فاهم ازاي تتلاعب بالبشر، مش بس عشان تستخدمها ضد الناس اللي بتقابلهم في حياتك، بل كمان عشان تكون حذر وتقدر تتعامل مع بشر لو بس غفلت لحظة هتلاقي نفسك بره اللعبة. أبسط حاجة ممكن تعملها في العصر الحالي هو إنك تكون غني وتكون ثروة، بس بعد ما تعمل ده هيقابلك صعاب تتطلب منك التعامل مع حيتان. لو ما كنتش فاهم إزاي تتلاعب بيهم هينتهي بيك الحال إنك تخسر كل حاجة. لكن اللي فاهم اللعبة من البداية هو اللي بيكتب القواعد وبيتحكم في الكل. الناس بتضحك على فكرة التلاعب، لكنهم بيتلاعبوا ببعض كل يوم من غير ما حتى ياخدوا بالهم. واللي يقول لك خليك طيب هيبقى أول واحد يستخدم الطيبة دي ضدك أول ما تتاح له الفرصة. وعلشان كده في فيديو النهاردة هعلمك إزاي تحول أي شخص لدمية بين إيديك. أخطر سلاح ممكن تستخدمه على أي إنسان إنك تدخل جوه دماغه. العقل البشري معقد جدا، بس في نفس الوقت سهل جدا تخدعه لو بس قدرت توصل للمفتاح الخاص بيه. المفتاح هنا هو الرغبات. كل واحد عنده رغبات خاصة بيه. شخص نفسه يتحب، واحد تاني عايز فلوس، واحد تالت عايز احترام وسلطة ونفوذ. صدقني مفيش حد كامل، دايما في جزء ناقص عند كل انسان، وده الجزء اللي لو قدرت تعرفه ممكن تتلاعب بالشخص ده بسهولة. واوعى في يوم من الايام تفكر ان الانسان منطقي وبيفكر بشكل منتظم بعيد عن رغباته. صحيح في كتير من الناس منطقية واذكياء، ولكن دي نسبة قليلة جدا، يمكن يكونوا 5% فقط، ودول بقى اللي انا بحاول اجمعهم هنا في القناة عندي. انما معظم البشر مش منطقيين نهائي. بشر عارفين ان السجاير او الدخان ممكن يكونوا سبب في وفاتهم وبرضه بيدخنوا. حتى شركات السجاير نفسها بتكتب على العلب ان التدخين قد يسبب الوفاة، ولكن خلاص النيكوتين تمكن من دماغ الشخص زي ما انت تقدر تتمكن من دماغ اي انسان. انت وظيفتك انك تلاقي الرغبة دي. ابدأ بالكلام اللي هو عايز يسمعه، وافق على افكاره حتى لو افكاره غريبة، خليه يحس انك بتفهمه اكتر من نفسه. ويا سلام لو عنده عدو مشترك او حتى غير مشترك، بس انت حسسته ان انت كمان بتكره نفس الشخص، ساعتها هيحس انك نفس دماغه ولازم يحافظ عليك، وهيسيب لك الباب مفتوح عشان تدخل جوه عقله وتعرف أهدافه ونواقصه كإنسان. ودورك بعد كده هو إنك تزرع أفكارك جواه. الثقة وزراعة أفكارك جوه أي شخص لوحدها مش كفاية. حتى لو الشخص واثق فيك ممكن في لحظة يسيبك ويمشي. زي ما قلتلك الناس مش بيفكروا دايما بشكل منطقي، لكن لو الشخص محتاجك ساعتها القصة انتهت. سواء في الشغل أو حتى مجرد علاقات أو أيا كان، الشخص اللي الناس محتاجاه مش بيقدروا يستغنوا عنه، حتى وإن كان الشخص ده إبليس ذات نفسه. مهما كنت شخص سيء برضه طول ما انت بتعرف تعمل حاجة نادرة وعشان يلاقوا بديل ليك هيكون الموضوع صعب جدا، هيضطروا يستحملوك. وممكن خلق الاعتماد ده يكون كمان مشاعر، مش بس مجرد مهام بتعرف تأديها أحسن من غيرك. خلي الشخص يربط وجودك بكل حاجة حلوة في حياته، تكون انت الأمان اللي بيحس بيه والحل لكل مشكلة بيعجز عنها. انت الشخص اللي بيطلعه من الضلمة اللي جواه، وكل مرة بتديه حل مشكلة عنده عقله هيتبرمج ان انت المنقذ، ومع الوقت مش هيعرف يعيش من غيرك. بس الأذكى من كده انك دايما تسيب عنده جرح صغير، مشكلة مفتوحة انت محلتهاش عن قصد، وهو هيفضل طول الوقت محتاجك عشان تعالجها. الاعتمادية دي عاملة زي المخدر، أول جرعة بتخليه مبسوط، لكن الجرعة التانية بتبقى ضرورية، وساعتها مش هيبقى قدامه حل غير انه يفضل محافظ عليك وعلى علاقته معاك قدر الإمكان. أخطر نوع من السيطرة مش إنك تحكم الشخص بالقوة، الخطر الحقيقي إنك تخليه يفتكر إنه حر. الإنسان بطبعه بيتمرد لو حس إنه مسجون، لكن لو صدق إنه بيختار بنفسه حتى لو هو ماشي في الطريق اللي أنت راسمه ليه عمره ما هيفكر يقاومك. أنت هنا بتلعب لعبة عقل، بتديه اختيارات ظاهرها مختلفة لكن في الحقيقة كلها بتؤدي لنفس النتيجة اللي أنت عايزها. زي دمية فاكرة إنها بتتحرك لوحدها مع إن الخيوط كلها في إيدك. وده أخطر نوع من السيطرة، لأن الشخص هنا مش هيحاول يهرب، لأنه أصلا مش عارف إنه بيتم التلاعب بيه لمصلحتك.
وعشان تقدر تعمل حاجة زي كده كل اللي انت محتاجه هو انك تدي المتلاعب بيه عدة اختيارات كلها بتؤدي لنفس الطريق اللي انت عايزه، وكمان تفهمه ان الاختيارات دي كلها في مصلحته. والاخطر من كده بقى انك تخلق عنده وهم النجاح، تديله احساس انه كسبان، انه خد القرار اللي خلاه يحقق خطوة لقدام. بس كل المكاسب دي مزيفة، مجرد فتات محسوب بدقة عشان يفضل ماشي وراك اكتر واكتر، وانت تفضل تتلاعب بيه وتحقق مكاسبك الشخصية. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.